السلام عليكم. أعلنت بريد الجزائر عن إجراء جديد يتعلق بحسابات البريدية الجارية للزبائن، ويتضمن الإجراء الجديد غلق الحسابات البريدية التي لم تشهد نشاطا خلال فترة زمنية محددة. وفقا لبيان صادر عن بريد الجزائر، سيتم تطبيق عملية غلق تلقائي على الحسابات البريدية الجارية التي تبقى غير نشطة لمدة تصل إلى 15 سنة. وقد جاء هذا الإجراء في منشور رسمي على صفحة بريد الجزائر عبر فيسبوك، حيث أكدت المؤسسة أنها ستقوم بهذا الإجراء لضمان تحديث قاعدة بياناتها وتعزيز كفاءة خدماتها. يسعى هذا الإجراء إلى تحسين إدارة الحسابات البريدية والتأكد من أن البيانات التي تحتفظ بها بريد الجزائر تعكس الواقع الحالي. من خلال هذا الإجراء تأمل المؤسسة في تقليل العبء الإداري المرتبط بالحسابات غير النشطة وتعزيز فعالية خدماتها للزبائن النشطين. وللحفاظ على حساباتكم البريدية وتجنب أي عمليات غلق محتملة، ينصح الزبائن بالقيام بنشاط دوري على حساباتهم، يمكن ذلك عبر إجراء معاملات أو تحديث البيانات الشخصية بانتظام لضمان بقاء الحساب نشطا. وتعتبر خطوة بريد الجزائر خطوة هامة نحو تحسين إدارة الحسابات البريدية وضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على قاعدة بيانات محدثة وتحسين تجربة الزبائن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة التحديثات على صفحة بريد الجزائر الرسمية على الفيسبوك.